بهاي العشر ايام اللي خليتها لي هذه السنه سويت بثوث. انا كل سنه اسوي بثوث، مو اليوم، يعني من 2016 لليوم انا هذا النظام مالتي. لكن هاي السنه شوي الوضعيه اختلفت. بدت القصه، اسمعوا. بثيت الفصل الاول، طبعا هو لينك ادزه للطلاب، هذا اللينك بسهوله يتحول، يعني بس يضغط عليه تحويل يدزه لاي بشر بالدنيا. فوصل لهواي طلاب شافوا المراجعه مال الفصل الاول، شافوا المراجعه مال الفصل الثاني، شافوا المراجعه مال الفصل الثالث. هنا بدوا طلاب يدخلون الي. ذول الطلاب اللي يدخلوا لي هم مو طلابي، يعني من يحكي وياي هو ما مسجل عندي، يا اما هو اصلا ما مسجل لان حالته الماديه ضعيفه، يا اما مسجل يم غير استاذ دافع له 800 500 مليون ما ادري ايش قد وما مفتهم. المهم دا يدخلون طلاب. هنا الطلاب نوعين. النوع الاول هو اللي يدخل يشكرني، يدز رساله شكر، يعني اذا تريد تقراها كلها يمكن تطول بها في دقيقتين، هالقد ما طويله. الرساله هيش تفتح القلب، يعني عباره عن شكر ودعاء ومدح ورحم الله والديك استاذ، وانا فريت اليوتيوب كله وما افتهمت، وانا حالتي الماديه كذا. والله اكو طلاب يبتشون تنقهر عليهم. يعني اكو طالب خارجي كبير متزوج وجهال عمره بال 40 سنه، والله شوفني بيتهم، السقف مالتهم سعف وطين، بحيث سالته راسا قلت له من تمطر الدنيا شلون؟ قال استاذ ما اسولف لك. المهم هيك طالب من يفتهم على الفيديو مالتي، انا هنا مو بس اطيره من الفرح، انا هنا هيك اكو فد سعاده من نوع خاص ما ادري حاسين بها او لا. تحس نفسك انه انت هذا الانسان البسيط انت راح تكون سبب بنجاحه من السادس، او سبب بدخوله للجامعه، او سبب بتعيينه. هنا هيك يعني اكو فد سعاده تغمرني مو طبيعيه. يعني هو حال الضيم حاله، ربع ماكو بجيبه، ويدخل لك يقول لك انا درست على كذا استاذ وما افتهمت وبس يمك. هنا انت بعد فلوس الدنيا كلها ما تعني لك شيء. الكلمه هاي الكلمه اللي حكاها الحلوه تعادل ملايين الدنيا كلها. وهواي من هيك طلاب هواي يدخلون استاذ احنا اكو طلاب اصلا يقولون استاذ احنا دفعنا فلوس 850 يم استاذ فلان، او بالمحافظات جزء ما اعرفهم الاساتذه، دفعنا فلوس يم استاذ فلان وكل شيء ما افتهمنا، وهسه عليه بدنا ندرس او بدنا نفتهم او كذا او كذا. هم ذول احسهم يعني الربح الحقيقي. المهم اكو طلاب من نوع اخر، ذول شوي ركزوا بموضوعهم. داخل يم غير مدرس، هو دافع فلوس ما مفتهم، جاي يباوع على ذني المحاضرات. امر طبيعي عادي، حال البقيه، يعني مو كل شيء فلوس، خليه يشوف ما بيها شيء، يعني هو طالب سادس الدنيا كلها فوقها، اجاني هم من عم نروح شوف المحاضرات، محالل وموهوب، اهم شيء انجح وادعي لي وقل لي رحم الله والديك، هاي تسوى الدنيا عندي كلها، ما عندي مشكله وياك. لكن هذا الطالب هو دا يباوع محاضراتي ودا يفتهم علي، بس هو حاقد علي ما اعرف ليش. هو سامع عني حكي معين هو بس سامع، هالقد ما محشين براسه سامع. هو يكره حسين الهاشمي، هيك عبالك يشوف مدري منو ما يشوف حسين، بس هو عادي يكره حسين، بس هو يشوف محاضرات حسين لان حسين يفهمه، والله عادي عدي زين. هو يكره حسين ويشوف محاضرات حسين لان يفتهم عليه ويسب حسين، هم عادي والله سبني. انا بالنسبه لي دقمه الاحساس مطفيها من دخلت لهذا السلك، ما عندي شيء طبيعي. المهم تفتهم انجح روح الله وياك، يلا خلاص هاي موفق ومحلل وموهوب، والغلط غلطت علي انا بالنسبه لي مسامحك عليه دنيا واخره، ما اريد من عندك اي شيء، بس كفينا شرك. لكن توصل الحاله ان بس باعوا اكو درجه من الانحطاط اقوى من هاي ماكو. يعني بالتعليقات اكو باليوتيوب النظام مال التعليقات، هسه انتم دخلوا على اي فيديو كتبوا افشار، هذا الافشار ما يطلع للناس، هذا يروح لصاحب القناه قبل. يعني بالتعليقات باليوتيوب اكو بالاعدادات فشي اسمه احاله التعليقات المسيئه، هيك شيء يعني اي واحد يعلق تعليق سلبي ما يظهر، هو اللي يعلق عباله ظهر بس هو ما يظهر للناس. يعني اكو فد كلمات معينه باليوتيوب يعني هو مجامعين كل الكلمات المسيئه، هاي اي واحد يعلق بواحد من ذني التعليقات راسا تروح لصاحب القناه، صاحب القناه يقرا التعليق، يريد ينزله يريد لا. والله اذا تقروهن غير تلطمون على راسكم. لكم بس باعوا الرذيله وين وصلت، يدعي على ابن حمودي بالموت
يدعي يقول لي يا رب ان شاء الله. ها شو يقول لي؟ استاذ شفت انا بعض هي قصه مو واحد واثنين، هي المشكله هواي. استاذ انا مسجل يم غيرك يم استاذ فلان ودافع له فلوس وما مفتهم، وشفت محاضرتك هاي وكلش افتهمت، وان شاء الله يا رب ابنك حمودي يتعوق. لك انت بشر، لك انت بشر، لك انت الملحد اشرف منك. هذا الملحد مو هو ملحد اشرف منك، لك انت شلون مسلم؟ لو شلون طريقه الدعاء مالته؟ يا رب بجاه الامام كذا ان شاء الله ما تتهنى بابنك، او ما تتهنى ببنتك او امك هيك. زين امي شو عليها خطيه؟ لك مره قاعده وساكته، شنو لك شنو تفشر عليها؟ لك انت رجال ما اعرف يعني، ما ليش اكو هيك طلاب؟ ليش اكو هيك ناس؟ لك بابا اغلط علي، اني مضوجك كاتل ابوك اغلط علي عادي انا بالنسبه لي، بس ليش تدعى على طفل؟ شنو ذنبه هو هذا الطفل يعني؟ قاعد بالبيت دا يلعب بلاي خطيه حمودي، يجي واحد يدعى عليه بالموت، والله شنو اللي ابوه ما ادري ليش ضايج من عنده انت؟ اي واحد يحكي عليه انا مسامحه اعذره، يعني اقول هو ما يعرفني، يعني هو من راح يعرفني ويسولف وياي ويحكي وياي راح يعرف اني شنو. اكيد هذا منقوله له فد صوره سلبيه عني، اكيد فد واحد يعني حاشي براسه انه هذا هيك مو زين. اقول عادي، لان انا هواي من الناس التقي بهم بالشارع راسا هيك يباوع علي يقول لي مثلا، خصوصا هاي بالفتره الاخيره، بس من يحكي وياي ويسولف وكذا لا راح تتغير نظرته راسا، فانا اعذر الناس. طبعا انا بالنسبه لي المحبين الي اكثر بهواي، ذولا هيك قليلين يعني، بس هم المشكله هم قليلين بس بالالاف، ذولاك الاف اكثر اللي يحبوني. يعني انت بس اريد اسالك سؤال، تتخيل رب العالمين والائمه راح ينتظرون دعائك حتى يعوقون حمودي مثلا؟ راح يقولون بالله لحظه خلينا نسمع. هذا الطالب بيتهم بالبصره، دخل يم استاذ معين دفع له مليون وما افتهم، راح شاف الفيديو ويكره استاذ حسين، شاف الفيديو مال استاذ حسين ودعا على ابن استاذ حسين، دعا على حمودي، يلا يعني يا الملائكه جيبوا لنا حمودي خلينا نعوقه لان هذا الطالب دعا. هيش تتخيل يعني؟ تتخيل انه اي واحد هيك يدعي؟ ما اعرف يعني. زين امي شو عليها؟ ابويا شو عليه؟ انا احكي عليه؟ والله ما اعرف شو اقول يعني. المشكله انا يعني من يحكي علي ما اتاثر، بس يعني حمودي خطيه، هو هم راح يتاثر حمودي، يعني قلنا هي يعني رب العالمين مو لهالدرجه، يعني اكو عداله ترى بالموضوع، بس يا ريت لو شويه يعني قبل لا تحكي على شخص اسمع اكثر عنه، احكي وياه شخصيا، شوف هو هذا ليش يجي. الحمد لله والشكر احنا هي الحمد لله. طبعا من بديت بالتدريس لليوم الاعداد في زياده، ماكو سنه اقل من العام مستحيل والله، وتتضاعف. يعني الالف يصير 2000، ال 2000 4000، ال 4000 8000 16. يعني انا هاي السنه ايش قد صارت هجمه وهوسه وهاي، ما تتخيلون ايش قد كميه الرسائل اللي منتظرين يفتح التسجيل الالكتروني، اكثر من العام، اكثر من العام، اعداد مهوله تريد. هم يظنون انه هم يتوقعون انه هذا الشيء ينزل من اسمي، لكن بالعكس هو دا يرفع، بس هم ما يحسون بهذا الشيء. انا اقول انه مسامح كل اللي يحكي علي، وحتى اللي يعني هو هذا طفل ما له علاقه، شنو انت تحكي قاعد خطيه متونس بالبيت يلعب بلاي، تجي لك والله ما اعرف لك انت شنو، بس اريد افتهم. المشكله قلت لكم هم لا واحد ولا اثنين، هم هواي. وهو هو المشكله هو دا يفتهم على الفيديو، وهو نفسه اللي معلق هذا التعليق السلبي بالتعليقات اللي فوق، هو دا يتناقش ويا واحد ثاني على السؤال بداخل الفيديو، يعني معناته هو شايف الفيديو. الحمد لله والشكر، والله يوفق الجميع، وها هي.